هو ده وقته اخر الشهر ومفيش غيره. فتحت الضرفة عشان ادور هنعمل اكل ايه النهارده. لقيت بواقي شعريه على بواقي رز على بواقي مكرونه صغيره وكبيره. قلت بس هو مفيش غيره، طبق كشري احترافي كده بطريقه هعلمك فيه ان شاء الله، طريقه ممتازه هتخلي الرز معاكي على طول مفلفل، البصلة مقرمشة، الصلصة متسبكة. 3 اسرار للكشري يا جماعة، لو عملتيهم صح، او 3 خطوات لو عملتيهم صح انتي ضمنتي ان انتي تعملي طبق كشري احلى من بره بكتير. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونفتح الضرفة ونلم الحاجات البواقي اللي عندنا عشان نكمل كده لاخر الشهر ونعمل احلى طبق كشري. شايفين؟ تعالوا معايا شوفوا كده. شوية رز مفلفلين، شوية مكرونة حلوين، العدس مفلفل كل واحدة لوحدها، والحمص وشيء. عايزة اقول لكم كان نفسي بس اسمعكم صوت التقلية وهي بتقرمش كده وبتتكسر تحت ايدي. هسمعها لكم في اخر الفيديو. اول حاجة انا علقت على الحمص وسبته بقى ياخد سواه حلو قوي. اول حاجة بتبدأي بيها عشان تخلصي بسرعة تعلقي على كل حاجة عايزة تتسلق. يعني المكرونة حطيت المية بتاعتها، العدس غسلته وهو انا ما سلقتوش، انا اديته 5 دقايق بس. شايفين العدسية مفلفلة زي ما هي سليمة عشان لسه هتكمل سواها مع الكشري، ودي خطوة مهمة لان لو العدس استوى تماما هيعجلك الكشري. وخليت المكرونة تتسلق اهي. حتى المكرونة هتلاقوها بواقي مكرونة سباكيتي على بواقي مكرونة صغيرة، خليتها تستوي والحمص بيستوي كله بقى خلاص كده على النار. تعالوا بقى نروح الناحية التانية هشوف بجهز ايه. بكون مقطعة البصل شرايح وبحط عليه معلقه من السكر، ودي سر البصله المقرمشه. انسي بقى اي بقى انسي نشا ودقيق والحاجات دي كلها. السر التاني او الخطوه المهمه تانية في وانتي بتحمري البصلايه انها تكون على نار هاديه عشان ما تاخدش معاكي لون بسرعه، وفي نفس الوقت اول ما تطلعيها من على النار تطرى. لا، انا هخليها تستوي براحتها تماما على نار هاديه لغايه ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. طلعيها تكون افتح سنه عشان خاطر بتغمق درجة بعد كده. فانا عايزاها يكون لونها فاتح كده، شايفين لونها ذهبي وحلوة قوي وهتفضل معاكي مقرمشة. معلقة السكر، والاول طبعا النار بتبقى عالية على الزيت على البصلة، وبعد كده بروح موطية واسيبها بقى تستوي براحتها خالص لغاية ما تاخد اللون التمام مع التقليب. كده خلصنا. بص هنخلص الكشري في ثواني، هتكوني عاملاه ومخلصاه وحاطه الولاد بألف هنا يتغدوا. تعالي بقى اقولك على شوية تكات كده مهمة وبتفرق في الكشري. اول حاجه انا باخد معلقه من الزيت اللي انا حمرت فيه البصله. عايزه بقى تحمري عيش حمري، بيبقى طعمه تحفه العيش بس انا ما كانش عندي العيش الشامي الابيض فما رضيتش استخدم العيش البلدي، ولادي بيحبوا الشامي اكتر. معلقه الزيت بقى اللي انا خدتها دي وحطيتها على المكرونه بتدي طعم هايل للمكرونه، جربوها كده وهتفرق معاكم كتير قوي، وبتخلي المكرونه مفلفله كده وحلوه. خدت كمان معلقتين زيت وركنتهم على جنب، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وباقي الزيت اللي حمرت فيه البصل بعمل بيه الكشري. شويه مكرونه بواقي صغننين اهم، شويه لسان عصفور بحب احط فيه لسان عصفور قوي، شويه من الشعريه، وقلبي كده وبياخدوا اللون الذهبي. ما تغمقيش المكرونه. انا بشوف ناس بتغمق الشعريه بتاعه الكشري شويه، لا انا بحبها يكون لونها فاتحه عشان تديكي كشري لونه حلو كده وفاتح. شويه ملح وشويه كمون. وحاجه بقى مهمه برضو بقول لك عليها، شايفين العدس مفلفل ازاي وانا بحطه كانه ما استواش بس هو كسرت فيه حته التسويه شويه. ان اقلب كل المكونات دي في الزيت اخليها تتشبع بالماده الدهنيه كده وتتحمص. تلاقي الرز كده وانتي بتقلبيه بالمعلقه كده بيخشول معاكي. معنى كده ان هو اتغلف كويس قوي بالماده الدهنيه اللي انتي مستخدماها، فهيديكي رز مفلفل وحلو. حطينا الميه والمعيار ما يكونش كتير عشان خاطر نعمل حساب ان العدس بيطري معانا الكشري شويه. خلاص اتشرب شويه وفيه شويه ميه، اوطي بقى عليه واحطه على الصاجه واسيبه يستوي. هنا بقى اكمل معاكم بقيه الحبشتكنات بتاعه الكشري. كشري دلوقتي العلبه بره بالشيء الفلاني، انا مش عارفه ليه. هو ممكن يكون بيكلفنا في البيت، بس والله لو انت عندك بواقي حاجات زي ما انا بعمل كده ببقى عارفه ان دولت مركونين لاخر الشهر. دولت بتوع الكشري. شويه بقى معلقه توم مع طماطمايه وفلفل حامي، شويه شطه وشويه كزبره ناشفه وشويه ملح. وابدأي بقى اعملي شويه دقه حلوين. عصرت الليمونة وحطيت معلقة من الخل، ودي كانت الدقة اللي هي الطماطم والفلفل والملح والكمون والكزبرة والشطة والخل والليمون. وخدت مية الحمص استخدمتها للدقة.
نيجي بقى للخطوة المهمة ديت، وهي الصلصة بتاعة الكشري. عايزاكي تحطي كده حوالي 3 4 فصوص توم، وبعد كده هننزل تحمريهم لما ياخدوا لون حلو كده، وبعد كده هتحطي مكعب من المرق، شوية من الملح، شوية من الكمون، شوية من الفلفل الأسمر. أنا عايزة أحط البهارات ديت في الزيت عشان يتحمصوا كده شوية، وهيدوا طعم مميز قوي للصلصة بتاعتك، مع معلقة خل. وابدأي قلبي المكونات دي كلها. انا مش هحمرهم، انا خلاص حمرت التومه ونزلت بس عليهم 5 دقايق كده قبل ما انزل بالصلصه بتاعتي. عندك بقى اكياس صلصه، عندك طماطم ضربها في الخلاط، المتوفر عندك انزلي بيه. بس عايزه اقول لكم ان الصلصه دي بتسهل علينا كتير كتير جدا، ودي حاجه مهمه من اساسيات كل شهر. لو انت بتتابعيني ومتابعه قناتي او صفحتي هتعرفي ان احنا كل اول شهر بنوضب كل حاجه في البيت، بحيث ان كل حاجه تبقى تحت ايدينا. بصوا، نص ساعة هتكوني عاملة أحلى كشري. شايفين الرز مفلفل والعدس كده حلو ومفلفل مش معجن معانا خالص، والمكرونة بطعم شوية الزيت اللي بالبصل اللي عليها دول بيغيروا طعمها نهائي. صلصة لسه كان فاضل عليها شوية، بس انا حبيت اصور لكم بقى كده واوريكم. بحبها تتقل اكتر من كده، في ناس بتحبها خفيفة، لا انا بحبها تتقل اكتر من كده. فمجرد ما هسيبها شوية كمان، عارفة انها هتتسبك وهتبقى تمام. وطي عليها بعد ما تغلي كده، وطي عليها وسيبيها بقى براحتها كده. انا سبتها تاني براحتها. تعالوا بقى شوفوا بقية مكونات الطبق بتاعنا. حاجة كده تفتح النفس على الصبح. ريحته كانت مالية البيت، ريحة الدقة والخل، والكشري احلى من بره بكتير. شوية عدس هم مفلفلين، وطماطم وفلفل كان نار. الفلفل نار. انا مش بعمل شطة، هم بيحبوا الفلفل قوي، عشان في ناس بتحب تحط فلفل وناس ما بتحبش خالص. ولادي يعني اللي مش بيحبوا الشطه فمش بيحطوا. هنا بقى نفسي اسمعكم صوت بقى التكسيره كده بتاعت البصلايه. كسري بقى براحتك. البصلايه دي هتقعد معاكي يوم 2 3، مش هتطرى اطلاقا. وتحدي معلقه السكر بتفرق كتير قوي، وطريقه التحمير بتفرق كتير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكل الحاجات اللي انا قلتها لكم تكون مثلا ضافت لكم اي معلومه جديده قدرت ان انا افيدكم. واتمنى بقى ان انتوا تقوموا حالا كده تعملوا طبق كشري كده حلو ومفلفل زي ده، ويبقى الف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واستنوني الفيديو الجديد ان شاء الله هنتكلم فيه او هقدم فيه كل تجهيزات الشهر الجديد باذن الله على خير. مع السلامه وفي حفظ الله ورعايته.